بما ان الدراسة بدأت فاعتقد ان ده الوقت المناسب انك تسمع الكلام ده، سواء كنت طالب في مدرسة او حتى طالب جامعة. فاكيد انت مطالب انك تذاكر. ممكن تكون بتواجه صعوبة في انك تذاكر، او ممكن تكون بتفضل تأجل في المذاكرة لحد ما يفوت الاوان، او ممكن اوقات تحس انك مش عاوز تذاكر اصلا. هتكلم معاكم النهاردة عن اسهل طريقة للمذاكرة، وهحل معاكم كل المشاكل اللي ممكن تواجهكم في اول حلقة من سلسلة How to. هو انت اللي بتذاكر عشان تلخص المعلومات والأفكار المهمة عشان تساعدك على فهمها والتركيز عليها، فتسترجعها في الوقت المناسب. والمعلومات دي بتدخل في ذاكرة المدى القصير اللي بتتنسي على المدى القريب. وهنا بيجي دور المذاكرة اللي بتحول المعلومات المهمة من ذاكرة المدى القصير لذاكرة المدى البعيد، فتفتكر المعلومات دي في الوقت اللي تحتاج لها فيه. هو في الحقيقة انت مش مجبر تذاكر، بس دي حاجة بتلزم بيها نفسك عشان توصل للشخص اللي انت عاوز تكونه في المستقبل. يعني تخيل انت كده في المستقبل واقف قدامك دلوقتي، هل انت شايف ان اللي بتعمله دلوقتي هيوصلك للشخص ده، ولا مش منطقي يكون نفس الشخص؟ هل بعد كام سنة من دلوقتي هتكون راضي عن اللي عملته، ولا هتكون ندمان على الوقت اللي ضيعته؟ ايه بيخلي المذاكرة صعبة؟ اول واهم حاجة واللي بتخلي مذاكرتك اصعب بكتير هو نظام نومك ونظام يومك. نومك لو مش مظبوط ومش بتنام بدري وتصحى بدري، هتلاقي ان اليوم كله بيضيع في الفاضي ومش بتعمل فيه حاجة مفيدة. تاني حاجة بتخلي المذاكرة أصعب هو نظام المكان والجو العام للمكان اللي بتذاكر فيه. تالت حاجة وهي فهمك للمعلومات اللي بتستقبلها والطريقة اللي دخلت دماغك بيها، واللي هي بتعتمد بشكل أساسي على المدرس بتاعك، الحاجات اللي هتسهل عليك المذاكرة. أول حاجة، لو أنت طالب مدرسة وقبل ما تفكر تذاكر إزاي، لازم تتأكد إن أنت بتاخد عند المدرس المناسب، لأن المدرس هو اللي ممكن يخلي لك المذاكرة صعبة جدا، وممكن برضو في نفس الوقت يخليها سهلة جدا. فتأكد إنك بتفهم الدرس كويس من المدرس اللي بتروح له، مش بتحتاج تذاكر كتير عشان بس تفهم الدرس، ولا حتى تكون معتمد على إنك بتحفظ. لما تيجي تذاكر بقى لازم تكون مرتب المكان اللي أنت قاعد فيه، ويكون الإضاءة بتاعت المكان كويسة ومناسبة، ودي حاجة مهمة جدا. معاك الكراسة بتاعتك اللي بتكتب فيها الحاجات المهمة والقلم بتاعك. ذاكر الدرس واكتب بإيدك الحاجات المهمة وانطقها بصوت عالي وانت بتكتبها. حاول يكون ليك ملخص بتاعك انت للدرس اللي بتذاكره، حاجة خارجة من جوه دماغك انت. بعد ما تفهم الدرس تكتبه بطريقتك انت. قسم وقتك ونظم يومك. لو انت مثلا عندك دروس النهاردة، ذاكر الحاجات اللي خدتها في اليوم النهاردة، ما تستناش ليوم تاني. خلي بريك ليه كل فترة، يعني مثلا نص ساعة مذاكرة ب5 أو 10 دقايق بريك. ابعد الموبايل خالص وانت بتذاكر، وما تستخدموش خالص غير لو في حاجة معينة محتاج تستخدمه فيها ليها علاقة بالمذاكرة. ازاي تذاكر؟ بص، انت هترتب اليوم كالآتي: هتنام الساعة 9 بالليل، تصحى الساعة 5 الصبح، تصلي الفجر وتبدأ يومك. فطارك ومشروبك وابدأ. انت مش مطالب ب50 ساعة في 24 ساعة. 4 ساعات ونص كل يوم ممكن يكونوا كفاية جدا لانك تذاكر، مش كتير ولا هيبقى يومك كله مذاكرة. لو عندك مدرسة ممكن تخلي المذاكرة بعد دروسك في الآخر. ال4 ساعات ونص هنقسمهم 3 مواد كل يوم. أول ساعة ونص هنقسمهم نص ساعة مذاكرة ومراجعة على آخر درس خدته في المادة، وربع ساعة بريك اعمل فيهم أي حاجة ومسموح لك تستخدم الموبايل في الوقت ده. وبعد البريك هيكون نص ساعة حل تمارين على نفس الدرس اللي انت ذاكرته، وربع ساعة بريك. بعدين تخش على المادة اللي بعدها. 3 مواد كل يوم، وبكده هكون استفدت فعلا بمجهود أقل بكتير، بس يومك منظم وبتذاكر كويس ومش هتواجه أي صعوبة في ده. 4 ساعات ونص دي مش ثابتة في كل الحالات، بس انت خد الطريقة وقيسها على نفسك أو اللي انت محتاجه. لو مشيت على الحاجات دي فبأكد لك ان انت هتلاحظ فرق كبير جدا في حياتك عامة. قبل أي حاجة لازم تختار المدرس بتاعك بعناية جدا، لأنه في إيده يسهل لك المذاكرة جدا، وفي إيده يخليك بتذاكر كأنك أول مرة تشوف الدرس. لازم يكون المكان اللي بتذاكر فيه منظم ومريح بالنسبة لك، وما فيهوش أي مشتتات. لازم طريقة مذاكرتك نفسها تكون منظمة، وإنك تكتب اللي بتذاكره وتقوله بصوت عالي هيسهل عليك تفتكره وقت ما تحب. لازم وقتك يكون منظم وتكون محدد اللي هتعمله في اليوم، مش يكون عشوائي. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو عندكم أي أفكار أو أسئلة ما تترددوش تشاركونا في الكومنتات، واعمل سبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوهات الجاية. Thanks for watching and have a good day.